من كام يوم بس ظهرت قضية هزت السوشيال ميديا حرفيا. الناس مش فاهمة ازاي اشخاص عاديين عايشين وسطنا يطلعوا بالمنظر المرعب ده من جواهم. مين هم المتحرشين بالاطفال؟ ازاي بيوصلوا للسلوك ده؟ وهل المتحرش مريض نفسي؟ وازاي نحمي اطفالنا من الناس دي؟ في الحقيقة قضية التحرش بالاطفال مش جديدة ولا وليدة العصر، بل انها موجودة من الاف السنين، لكنها ما كانتش واخدة حيز الاهتمام الكافي. لكن مع تطور وعي الانسان والانترنت اللي بيحول اي خبر حرفيا في ساعات لترند، بدأ العالم يدرك بشاعة الجريمة دي ويديها حقها. في البداية لازم نعرف إن مش كل المتحرشين بالأطفال شبه بعض، لكن علماء النفس قسموهم لكذا نوع. أول نوع منهم هو الفيكسيتد أوفندر أو البيدوفيلي، ودول نسبتهم من المتحرشين حوالي 25%، وده بيكون عنده ميول ثابتة ومستمرة تجاه الأطفال وبيشوفهم كبديل لعلاقة حب، وغالبا بيكون اجتماعيا غير ناضج. وده نوع خطير لأنه بيدور على علاقة طويلة الأمد مش مجرد لحظة. تاني نوع هو الاوبورتونيستيك اوفندر او النوع الانتهازي، وده ما عندوش ميول للاطفال لكنه بيستغل فرصة توفير طفل سهل المنال مع وجود عوامل زي المخدرات او عدم الرقابة، ودول نسبتهم حوالي 40%. تالت نوع هو الانجري اوفندر او المعتدي الغاضب، ودول نسبتهم حوالي 15%، وده بيتحرش كنوع من تفريغ الغضب أو الانتقام، مش عشان رغبة جنسية حقيقية. ممكن يكون عنده كره للمجتمع أو الأشخاص بعينهم، وده على الأرجح نوعية الأشخاص اللي منهم المتحرش اللي اتحرش بالطفل ياسين، عليه من الله ما يستحق المتحرش طبعا. النوع الرابع هو السيكشوال ادكت او المهووس الجنسي، وده نوعية المتحرشين اللي اتكلم عنهم مسلسل لام شمسية، ودول نسبتهم حوالي 10%، وده بيكون عنده رغبة جنسية شديدة ممكن تطول التحرش بالأطفال حتى لو ما عندوش ميول ليهم. النوع الأخير هو السادستيك أوفندر أو المعتدي السادي، وده النوع الأخطر لأنه بيستمتع بإذلال وتعذيب الأطفال، وغالبا بيستخدم معاهم العنف والتهديد. في دراسة اتنشرت سنة 2021 في موقع BMC سايكولوجي درست صفات المتحرشين بالأطفال باستخدام نموذج ال DSM-5، لو إن في بينهم صفات مشتركة زي نقص التعاطف وضعف الضوابط النفسية وميول للسيطرة والتحكم. يعني باختصار مش كل مريض نفسي متحرش، لكن بعض المتحرشين عندهم خلل نفسي واضح. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي المتحرش يوصل للمرحلة دي؟ الحقيقة مش سبب واحد، بل كذا عامل بيجتمعوا مع بعض عشان يخلوا الشخص يوصل للمرحلة دي. زي مثلا تعرضهم للتحرش وهم اطفال. دراسات كتير منها دراسة اتنشرت في Journal of Interpersonal Violence بتقول ان نسبة كبيرة من المتحرشين تعرضوا هم كمان للاعتداء وهم صغيرين، وده بيخلق حالة تكرار بيعيشها الشخص ويحاول يفرض السيطرة اللي اتسلبت منه زمان. أسباب تانية زي الإهمال العاطفي والأسري، ناس كتير عاشوا في بيوت مفيهاش حب أو دعم نفسي أو فيها عنف وقسوة، فيبدأ يدور على الحب والتحكم في الأطفال لأنهم أضعف. ومن الأسباب برضو الانعزال الاجتماعي وعدم النضج، ناس كتير منهم مش بيعرفوا يتعاملوا مع الكبار فبيرتاحوا أكتر في التعامل مع الأطفال وبيحسوا إنهم أقوى منهم. أسباب تانية زي الأمراض النفسية أو إدمان المواد الإباحية. وطبعا كل العوامل دي مش مبرر للتحرش، ولا في أي سبب ممكن يكون مبرر للأفعال دي. أي شخص عنده مشكلة يروح يتعالج، مش يأذي أطفال أبرياء ملهاش ذنب. طيب إزاي نحمي أطفالنا؟ أولا نبدأ من التوعية داخل البيت. علموا الفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير المريحة، والمناطق اللي ما يحقش لأي حد يقرب منها في جسمه. علمه يقول لا ويهرب ويبلغ عن أي تعدي. ازرع جواه حقه في رفض أي تصرف مش مريح حتى لو من شخص يعرفه. افتح معاه باب الحوار، اسأله يوميا مين بيكلمه وبيتعامل معاه، واسأله لو حد ضايقه، وخليه دايما حاسس إنك مصدر أمان، مش هتزعل منه ولا تزعقله لو اتكلم معاك. راقب أي تغيير مفاجئ في سلوكه زي الانعزال، الخوف من أشخاص معينين، التبول اللا إرادي أو العدوانية. اختار أماكن موثوقة للنشاطات الرياضية أو الدروس الخصوصية، ويفضل يبقى فيه إشراف مزدوج. ما تخليش طفلك مع أي حد لوحده مهما كان الشخص ده موثوق، أنت متعرفش مين كويس ومين مريض. خليك حريص على ابنك أو بنتك، أضمن لك بدل ما تدخل في دوامة من الشك في ناس ملهاش ذنب. أخيرا راقب استخدام الموبايل والإنترنت، استخدم أدوات المراقبة الأبوية، وعلمه يرفض أي طلب غريب أونلاين، وامنعه إنه يفتح الكاميرا في أي أوضة مقفولة وخصوصا مع ناس ما يعرفهاش، وخليه يقولك على أي شيء غريب حصل معاه. ومهم جدا الدعم النفسي لو التحرش حصل بالفعل. صدق الطفل فورا، ما تشككش فيه ولا تسكته.
احميه من المعتدي حتى لو كان شخص قريب أو موثوق فيه. استشير أخصائي نفسي عشان العلاج يبدأ بدري والطفل يقدر يتعافى. وما تضيعش حق ابنك أو بنتك بالسكوت بعد ما تتأكد من حدوث تعدي. ابدأ فورا الإجراءات القانونية عشان الجاني ياخد جزاته. الفيديو ده مش للفرجة وبس، ده ممكن يكون سبب في حماية طفل من كارثة. شارك الفيديو عشان نقدر نوصل المعلومة دي لأي أب أو أم ابنهم ممكن يكون تعرض أو هيتعرض لموقف مشابه. الموضوع مش ترفيه، الموضوع وعي وحماية وأمان للأطفال دي، وانت مسؤول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان هو اللي بيساهم في انتشار الفيديو، وتشترك في القناة.